يتقدم بخالص التحية والتقدير والشكر لمعالي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. الشكر لما يقدمه للجنة البرلمانية من دعم مادي ومعنوي أسهم بشكل أساسي في نجاح جهود مجلس إدارة اللجنة. معلش أنا عايزة أتكلم كده يعني مش بالكلام، إن أنا عايزة أقول إن لولا وقفة المهندس خالد عبد العزيز معانا ولولا وقفة وزارة الرياضة معانا إحنا ما كناش هنبقى موجودين هنا النهاردة، ولا ما كناش هنبقى مستعدين إن إحنا نطلع نروح ريو دي جانيرو. المهندس عبد العزيز قدم لنا في خلال سنة يعني الدعم اللي ما كناش الحقيقة يعني مش هقول منتظرينه، وان احنا دايما طبعا بننتظر منه كل حاجه، بس الحقيقه الدعم اللي الوزير اعطاه لنا خلانا يدينا دفعه الى الامام. انا بشكر طبعا الوزير لما قدمه للجنه البرلمانيه من دعم مادي ومعنوي اسهم بشكل اساسي في نجاح جهود مجلس اداره اللجنه وتحقيق اهدافنا التي تمثلت منذ اللحظه الاولى لتولينا المسؤولية أنا وأعضاء مجلس الإدارة في تأهيل عدد كبير من اللاعبين واللاعبات للمشاركة والتنافس بقوة في دورة الألعاب الرياضية ريو 2016 الشهر المقبل. أنا أتقدم بخالص الشكر لسيادة اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة لما يقدمه من دعم وتسهيلات لعبت ضوء حيوي في دعم جهود اللجنة البرلمانية.